اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم حواوشي اسكندراني بتتبيلة جميلة جدا، روعة ورهيبة وبرضو اقتصادية، والمكونات اللي فيها كلها مغذية رهيبة جدا وجميلة. لا تتخيلوا الطعم والنكهة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. اروع من التتبيله دي مش هتلاقوا. مغذيه جدا، حلوه لولادنا بتوع الثانويه العامه الايام دي، يبقى كده حاجات سريعه جنبهم. لازم واحنا شغالين نعمل لكل حبايبنا. يلا بينا نشوف المكونات ونشوف الطريقه. دلوقتي معايا كيلو لحمه ومعايا كيلو بصل مفروم ومصفياه من الميه بتاعته، ومعايا فلفله صفراء مقطعاها ومجففاها من الميه، وكذلك برضو فلفله حمراء مقطعاه ومصفياه. معايا حزمه بقدونس وثلاث قرون فلفل حامي، ملح وفلفل اسمر وكوبيبه صيني بودر، ومعايا كيس خلطه الحواوشي. يلا بينا بقى هنقلب كل المكونات دي على بعض. حطيت المكونات دي كلها على بعضها وسبت اللحمه والفلفل الحامي هحطه حسب الطلب. دلوقتي بقى هبدا بخلط المكونات دي كلها على بعضها وهدعكها كويس قوي لغايه ما تمتزج، وبعدين هظبط ملحها، وبعد كده نروح نضيف اللحمه. لازم افركها مع بعض كويس علشان خاطر تمتزج كلها مع بعضها وتتشرب كلها مع بعضها، وبعدين نرجع. مزجت الخليط كله كده، هبدأ بقى وانزل باللحمة كلها، وبعدين برضو هخلطها كلها وارجع. لقيت الخلطة محتاجة لحمة تاني، زودت كمان نص كيلو لحمة، برضو هخلطها وارجع تاني نبدأ بقى نحشي السندوتشات. دلوقتي بقى حضرنا العيش ومعانا الفلفل الحار وفتحنا جزء من العيش، وهنبدأ بقى نحشي. هناخد بقى من الخلطة ونحشي العيش كله، وبعدين نشوف. هنفتح وهندخل لجوه، هندخل مرة واحدة وبعدين نفرد كده. تمام، نفرد بقى جوه يمين وشمال لغاية ما توصل جوه. بيبقى بالشكل ده من جوه، والشكل ده كده من بره، وهنشيل ونعمل غيره. بصوا هشيلها كده، مليناه بالشكل ده. هنعمل بقى واحد تاني بنفس الطريقه. بصوا بقى معايا الحواوشي الهالبينو، حطيت فيه قطع من الفلفل الهالبينو. عملت الكميه اللي انا محتاجاها، طبعا عندي النهارده عزومه، والكميه اللي هناك دي اللي عملتها هالبينو بالشطه الحمراء، ودي الكميه البارده اللي هي بالفلفل الكوبي الالوان، وبقت مني مقدار هكيسه واحطه في التلاجة لو احتجت ان انا اعمل بعد كده، بس عملت على قد الكميه اللي انا محتاجاها النهارده. يلا بينا بقى ندهن وشه وندخله على الفرن. حطيت زبده على النار تسيح علشان ابدا بقى وادهن وش الحواوشي بتاعي. اي نوع ادهان تحتاجيه او تحبي تدهني بيه ادهني. بعد ما سيحت الزبده كده، دهنت الظهر بالشكل ده، هنزل بقى واحطه هنا. تمام، وهبدا بقى اخد كده بالفرشه وادهن الوش، وهعمل كل رغيفه الحواوشي بالشكل ده. تعالوا بصوا معايا كده، هي دي بقى النتيجة بتاعته، جميلة جدا ورهيبة وطعمها حكاية الحكاية. جربوا طريقتي هتعجبكم جدا. قد ايه هي جميلة ومغذية ورهيبة، عاملينها بالزبدة يعني خفيفة وروعة ورهيبة. جربوها هتعجبكم جدا. تأملوها كده، ما شاء الله تبارك الله، رهيبة بمعنى كلمة رهيبة. لا تتخيلوا طعمها قد ايه جميل. الولاد من حلاوتها ما شاء الله عمالين ياخدوا وياكلوا، مش صابرين لما اخلص كده واصور. جميلة فوق ما تتخيلوا. جربوها هتعجبكم. يلا قولوا لي بقى بتتابعوني منين، ووصفاتي بتعجبكم ولا لا.
اطلبوا مني اللي انتوا عايزينه، وان شاء الله باذن الله بكون عند حسن ظنكم وهعمله لكم مخصوص. طريقتها جميله روعه ورهيبه، وقصتها لا تتخيلوها في العمايل. قد ايه كلها فيتامينات وكلها حاجات جميله مقويه لجهاز المناعه لاولادنا. اقول لكم باي باي، نتقابل في وصفه جديده.